السلام عليكم ورحمة الله. تحدثت الفنانة سهيلة معلم المحترمة عن الأجواء الخاصة التي عاشتها خلال حفلة المولود، مؤكدة أن هذه المناسبة كانت مختلفة تماما عن المرات السابقة، لأنها أقيمت لأول مرة في بيت زوجها، وهو الأمر الذي جعل الفرحة بالنسبة لها أكبر وأعمق. وقالت سهيلة: بصراحة هذه المرة الحفلة نتاع المولود كانت عندها قيمة كبيرة، خاصة بالنسبة لي، خاطر كانت لي أول مرة في بيت زوجي. حسيت بلي المكان كامل تبدل تجمعنا فيه على مناسبة كيما هذه، وكل زاوية فيه ولات مرتبطة بذكرى جميلة. وأضافت: من نهار بدينا نحضروا الحفلة وأنا كنت فرحانة بزاف، كنت نفكر في التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة، في الديكور، في الجو، في الناس اللي راح يكونوا معنا، وحتى كيفاش راح تكون اللمة. كنت حابة كل واحد يدخل للدار يحس بالفرحة والمحبة. أجمل حاجة كانت هي اللمة العائلية، الضحك، الدعوات والكلام الزين اللي سمعناه. كي تكون المناسبة في دارك الإحساس يكون مختلف، تحسي بلي الفرحة قريبة منك بزاف، وكأنه الدار نفسها راهي تحتفل معاك. وأكدت سهيلة أن هذه المناسبة جعلتها تشعر بأنها تعيش مرحلة جديدة ومميزة في حياتها. وقالت: الحمد لله، ربي يديم علينا الفرحة والستر ويخلي أحبابنا دايما مجموعين. مولود جاب معاه طاقة وفرحة كبيرة، وحسيت باللي حتى الناس اللي حوالينا كانوا فرحانين من قلبهم. كنت نتمنى الحفلة تكون بسيطة ومليئة وفيها الدفء، والحمد لله خرجت أجمل مما كنت متخيلة. أهم حاجة عندي ماشي المظاهر، أهم حاجة هي الفرحة الحقيقية، والناس نحبهم يكونوا حاضرين معانا. بس هنقول لكم حاجة، هذه المرة بالذات راح تبقى محفورة في قلبي، خاطر كانت أول مرة نعيش حفلة المولود في بيت زوجي، وكل تفصيلة فيها كانت عندها ذكرى خاصة. الحمد لله على النعمة وعلى الفرحة، وإن شاء الله ربي يرزق كل واحد الفرحة اللي يتمناها إن شاء الله يا رب.